فارس. بما انا بشوف ان الاهلي فلت من كمين النهارده، وبما ان كلنا شاكين، ما هو في بقى معطيات تخلينا نشوف ان لا الموضوع مش طبيعي. قصه الفار ده مبدا انا فعلا متفق فيه، ان لا مش طبيعي يكون الوضعيه بتاعته كده، في حجم انفاق بقى كبير قوي للفرق الافريقيه، وانت عندك من سياسات الكاف ان هو بيطور ملاعب معينه على الاقل في عدد من الدول ان تبقى قابله ان يقام عليها مباريات كبيره، فالفرق اللي هتلعب عندك في دوري الابطال اجبرها تلعب على الملاعب دي اللي تقدر تخلي فيه فار موجود عليها. دي قصه تتعلق بالفار، ولكن ليه احنا شاكين؟ هي افريقيا لها سيناريوهات، الفريق اللي اتظلم تحكيميا لازم يتعوض بعد كده. عشان كده بقول الاهلي فلت. الجيش الملكي كان له هدف واضح وصحيح وملغي قدام يانج افريكانز 100%. طب انا مالي؟ يعني انا كاهلي ايه علاقتي بالموضوع؟ تعيين الحكم معتز الشلماني، ثم بعد كده بيتشال نتيجه الاختبارات البدنيه وبيتحط اخوه احمد الشلماني، اللي هو ايه الهزار ده؟ يعني ايه الهزار ده؟ تعالى هات اخوك عشان انت ما تزعلش، يعني عيله الشلماني يعني. الموضوع في بيتها يعني. قصه غريبه جدا مستحيل تحصل في العالم. طب احمد الشلماني ده نقدر كلنا ندخل على اي سايت نبص على المباريات اللي ادارها السنه اللي فاتت اللي قبلها مباريات كبيره في افريقيا، مش هتلاقيه. اعمل سيرش على اسمه، اي حد فينا يطلع الفون دلوقتي سيرش على اسم احمد الشلماني، مفيش اي داتا هتطلع عنه. ليه؟ حكم ملوش اي رصيد، ملوش اي خبرات، وجايبه فين بقى؟ في المغرب. الجيش الملكي اللي اتظلم قدام يانج افريكانز مع النادي الاهلي، مباراه كانها نهائي مبكر، وحطه في المعجنه دي. ركله جزاء ديانج ما فيهاش حاجه. زيزو باين قوي من بدر الانذار اللي طلع له، ليه؟ ما حدش فاهم. ما كانش في اي حمايه للاعيبه النادي الاهلي حتى، وزي ما شابوني بيقول ده في سافوريا بتعدي. ده ايه ده يا جدعان؟ احنا بنهزر؟ مفيش اي حمايه للعيبه، مفيش تعامل، مفيش حتى يوقف، مفيش تهديد باخلاء المدرج، مفيش اي حاجه. فانا بشوف ان النادي الاهلي في المعطيات دي، في الظلم اللي وقع عليه النهارده، لا احنا فلتنا من كمين. عظيم. مش ضربه جزاء خالص. شابو. والله يا كابتن هي كضربه جزاء من الاول. الحاله انا شايف ان هو اصلا القانون دلوقتي بقى بيستريس قوي او بيركز قوي في قصه هل وضع الجسم تشريحيا في اللقطه نفسها طبيعي ولا لا. ماشي. ديانج هو ضامن بايده، فهو بيحاول يبقى وضع جسمه طبيعي قدر الامكان، فهي مش ضربه جزاء في وجهه نظري. حتى ممكن بعد كده في التنفيذ في اصلا نايبه دخلت جوه منطقه الجزاء بعد ما الكره اتشاطت، فهي كان المفروض حتى تتعاد. فكضربه جزاء رايي لا، هي مش ضربه جزاء. بس اللي بسال فيه دلوقتي، القاره دي بتتكلم في قاره كامله، اكبر بطوله بتتلعب جوه القاره، مش حاجه اسمها من دور المجموعات ما بيبقاش فيه فار، لسبب لان في اصلا ماتشات بتتلعب في ظروف صعبه جدا. هل الحكم النهارده بغض النظر عن كفاءته في ماتش زي ده مشحون للدرجه دي؟ بردور الطوب ممكن تتحدف جوه الملعب وانت شغال، ولا عتقه زي الزله، ما حاجه بيرميها جدا، والحكم وكل ده بيعترض وده بيزعق وكل شويه يرجع لمراقب المباراه ومدرب. هو هيركز ازاي جوه الماتش؟ لازم يبقى سبورتد بفار، لان هو اصلا حتى لو في قمه تركيزه وعطائه وجوده الحاجات، مارك كلاتنبرج وقف في الظروف دي هيطلع منه غلطات. ففكره ان انت حتى مش مراعي ان الكره الافريقيه طبيعه الجمهور فيها اصلا عنيف، فانت ده اكتر وادعى ان انت في دور مجموعات لازم يبقى فيه فار، لان اصلا ده الدوريات المحليه دلوقتي بقى فيها فار. فانت بتتكلم ان حجم الانفاق في ده انا بكلمكش بقى تجيب لي في الكونفدراليه مثلا، مع ان المفروض تعمل كده برده، بس اكبر بطوله تتلعب للانديه جوه القاره وانت مش عارف تجيب فيها فار. انا برضو بميل لوجهه نظر حضرتك والناس اللي اتكلمت ان هي فيها حته برضو حاجه مش مفهومه. يعني انا برضو لو كان الزمالك بيلعب ورايحين نلعب بره ارضنا في ظروف زي دي ومفيش فار، انا ايه ده يا جماعه ده؟ ده انت حتى ما كانش فيه فار يرجعوا يبص عليها فيقول ان وضع جسمه لا يبدو طبيعي، ده والناس دخلت يعني كميه مخالفات حصلت، لعبت ضربه جزاء، وكان في على فكره قرارات جدليه بعد كده حتى على الفرقتين. الحكم تحسه بقى يلعبوا يا جماعه.